طبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على المترك او الفيزيبل ديستانس والادفرتايز ديستانس وازاي الراوتر او الاي اي جي ار بي بيقوم بحساباتهم. عايزين نعرف برضو الريب بيحسب المترك ازاي. طبعا الريب ليه طريقة تانية خالص، بما انه بقى ملهوش اوتونوموس سيستم بيستخدمه ولا حاجة، هو اخره الماكسيموم هوب بتاعته اللي هي ال 15 هوب تانية غير الراوتر يعني المفعل عليه. وبالتالي هو بيعد الهوبس. المترك بتاعه انه بيعد الهوبس. يعني لو رحنا كده للشبكه دي، الشبكه دي احنا شلنا منها الاي اي جي ار بي وخليناها كلها ريب. ضفنا كل الشبكات بما فيهم الراوتر ده، خلينا اللينك اللي شغال بين الراوترين دول على سبنت 20. وكريتنا هنا كمان لوب باك انترفيس. يعني لو رحنا هنا كده وقلنا له دو شو اي بي انترفيس بريف، هلاقي هنا في شبكه 20 وشبكة 4 تم إدراجهم في في الريب فيرجن 2. المفروض طبعا الراوتر الأخير ده يقدر يبنج. لو قلت له كده بينج 4.4.4.4 اللي هو آخر لينك معاه، بيديني ريبلاي. طبعا شايفه من خلال شو اي بي راوت، شايفه من خلال الريب. هنبص كده، الريب جايب لي شبكة 4، بس خد بالك المترك كام؟ 2 مترك. طبعا صاحب أقل مترك هنا بقى ما ينفعش معايا المفهوم ده صاحب اقل مترك، لان هو ما بيعملش كده. هو بيقول لك هنا عدد الهوبس اللي بيعدي عليها لغايه ما يوصل للشبكه 4، فبيعد. انا الراوتر ده علشان اروح للشبكه 4 اللي هي هنا بروح على هوب التانية. خلاص كده، دي فكره. يعني بخرج هنا من الشبكه دي، بروح على شبكه تانية مختلفه عني اللي هي الشبكه، اللينك اللي موصل بين الراوترين دول اللي هو 20. وبعد كده 20 بيوصلني للشبكة 4، ففي 2 هوب بعدي عليهم قبل ما بوصل للراوتر بتاعي. فدي فكرة برضو المترك الخاص بالريب. طبعا لو عندي نفس المسار ده بس مترك أقل بيبقى هو اللي ليه الأولوية. فلو عندي 5 مترك أو 5 هوبس هيوصلوني للشبكة 4، وفي لينك تاني في 2 هوبس هيوصلوني لشبكة 4، يبقى في طبعا أولوية لللينك صاحب أقل مترك. بس المترك هنا ملوش عملية حسابية زي اللي قلناها في الاي اي جي ار بي. هو كل القصة انه بيعد عدد الهوبس. ده فكرة سريعة كده او درس سريع بيشرح الفرق بين المترك في الاي اي جي ار بي والمترك في الريب. شكرا.